ايه اللي هيحصل لو شلت الرضا من جواك؟ حاجة بتريح القلب وتخلينا نعيش بسلام مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها. نستغنى عنها؟ قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من رضي بما قسم الله له استراح بدنه. ازاي انك لما ترضى باللي ربنا قسمه لك هتجلب لنفسك الراحة النفسية والجسدية. الكلام النهاردة هيكون عن الرضا بأقدار ربنا سبحانه وتعالى. طيب هل نقدر نسلم امورنا لله من غير ما نحس بالضغط او القلق؟ السلام عليكم، انا حارث سعيد وده كلام لصاحب نصيبه. الفكرة هنا باختصار هتكون عبارة عن مواضيع وكلام حابب أوصله ليك بشكل مباشر وبسيط، وأتمنى الكلام يوصل لك وتكون صاحب نصيبه، أو يمكن أنت نفسك تكون سبب في إنك توصل الكلام ده لصاحب نصيبه. يعني إيه الرضا؟ يمكن أنا بحس إن الرضا هو إحساس بتحسه بقلبك، شعور. وعلى فكرة هو مش معناه إن إحنا نقف مكتفين إيدينا وما نعملش حاجة، لا خالص. الرضا هو إنك تكون عندك قناعة من جواك إن ربنا سبحانه وتعالى بيختار لك الأحسن والأفضل، وإنك مهما